قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اعلموا رحمكم الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن نعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله تعالى خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في العبادة، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك. فمن قال: يا رسول الله، أو يا ابن عباس، أو يا عبد القادر، زاعما أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه، فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله إلا أن يتوب من ذلك. وكذلك الذين يحلفون بغير الله، والذي يتوكل على غير الله أو يرجو غير الله أو يخاف وقوع الشر من غير الله أو يلتجئ إلى غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا مشرك. وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين عليه وأمرهم بإخلاص العبادة كلها لله تعالى. ويصح ذلك أي التشنيع عليهم بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى: أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله فأشركوا. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله، نريد من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم، وهو شرك. والدليل قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الثالثة، وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام
ومنهم من تبرأ من الأصنام ولكن تعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة. والدليل على ذلك قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين في كفر الكل، وقاتلهم حتى يكون الدين كله لله. وإذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة، وهي أنهم يخلصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون. والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله. إن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أخف شركا من عقلاء مشركي زماننا، لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدائد والرخاء. والله